الاسيويه اهلاويه، الاسيويه اهلاويه يا غرم. مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. الأهلي بطلا لكأس النخبة الآسيوية، الأهلي بطلا دون أن يستمع لكلمة هارد لك. خلاص طقطقة من اليوم ورايح، ما في قصة، يعني على قولتهم جسر الطقطقة سقط. لا عاد تقول لي 3 دوري صاروا 9، ولا عاد تقول لي 0 آسيا، صار عنده النخبة إليت، بطولة الإليت الأسيوية. اليوم الأهلي كواساكي هذا ما كان لاقي أحد يسنعه، جاي جدة وشغال ضرب في العالم، ياخذ 1 و2. جاء الأهلي اليوم ضبطه، قال له أنت اللي مسوي فيها قوي، تعال 1 الله 2، بس كان والله ممكن تكون النتيجة أكبر. كل التحية والتقدير الحقيقة للآلاف من الجمهور اللي كانوا اليوم موجودين في مدرجات ملعب الإنماء. كان في تنظيم، والله الجماعة اشتغلوا ووزعوا تذاكر وذا، بس يعني الجمهور الآلاوي ما كان يبغى كرسي فاضي. أنت اليوم وأنت تتفرج على المدرجات أبغاك تطلع لي الممرات وين، دور لي ممرات الملعب، يعني الناس تطلع وين تنزل وين. هو عبارة عن موجة أخذوا الأهلاويين وانتشروا، عشان كذا الرقم اللي طلع 58,000 متفرج، هذول اللي دخلوا بتكت. لكن الممرات دي أنا يعني أحط فيها 4 5، يعني اليوم تتكلم عن 62 63 64 ألف متفرج. من زمان ما شفنا ملعب الجوهرة الناس فوق بعضها. يجي واحد يقول لي طب في مباريات امتلأ فيها الملعب، صحيح، بس كنت اشوف الممرات. اليوم انا ما في ممرات، ماني شايف ممرات، شايف راس جنب راس، فوق راس تحت راس، وراه كتف وراه خشم، فوق علم تحت واحد. كان اليوم كرنفال. والله كنت اتفرج على المباراة من بدايتها اقول ذولي لو يطلعوا زعلانين الله لا يقوله، ومع الاحباطات وبعدين ايش تعرفون جمهور كواساكي جمهور كبير، طبعا مو اللي في الملعب هذول ناس طيبين، جمهور كواساكي اللي انتم عارفينه.